شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في مجال الوساطة الدولية، وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور بارز في حل بعض النزاعات المستعصية. نجاحه في إرساء السلام بين أذربيجان وأرمينيا يمثل إنجازاً تاريخياً، ويطرح سؤالاً محورياً: هل يستطيع ترامب تكرار هذا النموذج بين المغرب والجزائر؟ منطقة ناغورني كاراباخ أصبحت رمزاً للنزاعات المعقدة، حيث شهدت 4 عقود من المواجهات بين أذربيجان وأرمينيا. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تصاعدت التوترات حول الإقليم ذي الأغلبية الأرمنية، وأدت الحرب مع استقلال الدولتين إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح كبير. رغم هدنة 1994، بقي النزاع محتدماً حتى تمكنت أذربيجان في 2023 من استعادة السيطرة على المنطقة، مما دفع الطرفين نحو مفاوضات جديدة. في 8 أغسطس 2025 أجريت مراسم توقيع اتفاقية سلام تاريخية في البيت الأبيض، حيث التقى الرئيس ترامب بقادة أرمينيا وأذربيجان. الاتفاق وضع حداً دائماً للأعمال العدائية، مع الالتزام باحترام السيادة وفتح العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. العنصر الأساسي كان إنشاء ممر ترامب للسلام على الحدود الجنوبية لأرمينيا، ليصبح رمزاً للتعاون الدولي والازدهار الاقتصادي بقيادة أمريكية. دور ترامب لم يقتصر على القوقاز، بل تعد ذلك ليشمل مبادرات ناجحة في مناطق أخرى مثل وسط إفريقيا، جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. عبر أسلوبه القائم على الحوافز الاقتصادية والضغط السياسي، تمكن من تحقيق تقدم في تهدئة النزاعات وتجسيد نموذج الوسيط الفعال الباحث عن نتائج ملموسة. النزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية يعد من أعقد القضايا في شمال إفريقيا، حيث تتداخل المصالح الجغرافية والهويات الوطنية. رغم توقف النزاع العسكري منذ التسعينات، إلا أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة والحدود مغلقة، بينما يبقى ملف الصحراويين عالقاً بين مطالب الحكم الذاتي المغربي ودعم الجزائر لجبهة البوليساريو. منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ازدادت التوقعات بشأن إمكانية تدخله لحل أزمة المغرب والجزائر. علاقته الخاصة مع المغرب ودعم الولايات المتحدة للحكم الذاتي شكلت أرضية لتغيير المشهد، بينما يبحث الطرف الجزائري عن ضمانات دولية لمصالحه. الانفتاح الغربي على مقترحات المغرب قد يسهل دور الوسيط الأمريكي، شرط تقديم حوافز اقتصادية وسياسية للطرفين. خطة سلام محتملة بقيادة ترامب قد تعتمد على ضمانات حكم ذاتي موسع للصحراويين، وبرنامج لعودة اللاجئين، مع إشراك الجزائر كطرف ضامن في الاتفاق. يمكن للولايات المتحدة أن تشجع مشاريع اقتصادية مشتركة مثل فتح الحدود وإنشاء طريق تجاري يربط المغرب بالجزائر مروراً بالصحراء، مما يؤدي إلى تكامل اقتصادي وأمني يخدم مصالح جميع الأطراف. تجربة السلام في القوقاز كشفت عن قدرة الحلول غير التقليدية على تغيير المسارات التاريخية للنزاعات. إذا توفرت الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي، فهناك إمكانية حقيقية لتكرار النجاح بين المغرب والجزائر. ترامب قد يكون الوسيط القادر على تجاوز العقبات وفتح صفحة جديدة من السلام والتنمية في شمال إفريقيا.